اننا نفهم مفاهيم البيزنس. مفاهيم البيزنس عامله ازاي، ومفاهيم البيزنس يا اخوانا هو كتير. تمام. وفي مبادئ بتجيبها، بس في حاجات كده اساسيات بيزكس لازم تكون عارفها. ولكن مثلا عندك اليونت سولد. اليونت سولد يا اخوانا هي الكوانتيتي، يعني هي تساوي الكوانتيتي. يعني لو شلت من هنا اليونت سولد وكتبت الكوانتيتي، هي يا شباب. خلاص. الكوانتيتي يعني الكميه اللي اتباعت. المانيفاكتشرنج برايس ده سعر التصنيع. سعر التصنيع يا اخوانا اللي هو ببساطه يعني الكوست، تكلفه. تمام. يعني ولكن انت عندك عشان تصنع قلم، اتفقنا؟ عشان تصنع القلم ده انت القلم الواحد بيكلفك مثلا 3 جنيه او 10 جنيه عشان يكلفك عشان تصنعه. ظهر القلم بقى كده انت عندك برودكت، اتفقنا؟ بعد كده انت عايز تبيعه، فهيظهر عندك السيل برايس. السيل برايس هو انك هتبيع القلم ده بكام بعد ما صنعته. وليكن هو عندك تكلفة تصنيع 10 جنيه، والله انت عايز تبيعه ب 20، عايز تبيعه ب 30، براحتك. بعد كده في عندك حاجة اسمها الجروس سيلز. الجروس سيلز يا اخوانا وهي مش الريفينيو، لا، هي بص، ان انت عندك الفلوس اللي دخلت الدرج عامه. يعني انت طلعت القلم ده بعته للراجل ب 20 جنيه، خدت ال 20 دخلتها الدرج، دي اسمها الجروس سيلز. اتفقنا؟ دي اسمها ايه؟ الجروس سيلز. طب بعد كده انت قلت والله القلم ده تمام عليه خصم مثلا وليكن 20%. حلو. فعشان هو عليه خصم 20%، فانت مش هتبيعه بال 20، انت مثلا هتبيعه ب 15. فانت كده عملت حاجه اسمها ايه؟ ديسكاونت. الديسكاونت عندك كده 20%، اللي هو مثلا 5 جنيه وليكن، بنتكلم كده بالامثله. بعد الديسكاونت دخل الدرج 15 جنيه، فدي اسمها السيلز او الريفينيو. اتفقنا؟ دي اسمها السيلز او الريفينيو. يبقى السيلز او الريفينيو هي عباره عن الجروس سيلز مطروحه منها الديسكاونت فاليو. الديسكاونت فاليو عباره عن القيمه النقديه للديسكاونت. طيب، بعدين ايه الكوكس دي؟ الكوكس دي مصاريف التشغيل، مانيفاكتشرنج برايس مثلا، مضروبه في اليونت سولد، لان انت عايز تعرف تكلفه التصنيع للوحدات كلها. يعني مثلا 1513 هتضربها في الثلاثه عشان تطلع لك الكوجز. تمام. ومثلا ممكن تضيف على الكوجز دي تكاليف تشغيل، مثلا ايجار، على عمال، على مش عارف كهرباء، على مش عارف ميه، على مش عارف صيانه. كل حاجه انت بتصرفها على البيزنس ممكن تضيفها في الكوجز. تمام. فانت لما هتيجي بعد كده عشان تحسب البروفيت، والبروفيت يا اخوانا هو الربح. الربح بتاعك، يعني انت هيدخل جيبك كام؟ ما انت عامل بيزنس عشان تربح. تمام. انت مش هتبيعه بس. فانت لما هتيجي تشيل السيلز اللي احنا اتفقنا ان هي اسمها الريفينيو من الكوجز، حلو الكلام، هتطلع لك حاجه اسمها البروفيت. البروفيت ده يا شباب هو اللي بيدخل جيبك، ده ربحيتك، ده رزقتك. اتفقنا؟ فده اسمه البروفيت.